عشان كده هيفضل صلاح أهم لعيب في المنتخب. الفرق في القرار وجودة القرار. شوف باص صلاح قدام مرموش عشان يروح بسرعته، مش زي باص زيزو اللي أخر صلاح. وقرار الإنهاء بوش رجله، الراجل رايح ورغم الضغط والتعب والدقيقة 120 بيخلصها بأريحية تامة. ومش بس كده، بعد سبرنت تقريبا مدته 8 ثواني من جوه ال 18 بتاعتنا لحدود ال 18 بتاعت بنين. وتعال نشوف بعض قرارات لعيبة المنتخب وقارنها، واحكم انت بنفسك وقول لي رأيك في الكومنتات. هنا ياسر مع الكورة ومرموش رايح في ظهر الدفاع، فبدل ما يلعبها له حطها في الأوت. وهنا شوف مرموش وهو بيتحرك وهاني واقف على الكورة مرة واتنين لحد ما مرموش بقى اوفسايد، وده اللي خلى مرموش ينفعل ويقول له أسرع أسرع. هنا مرموش نفسه بيعدي من واحد والتاني، وطالما عدى يبقى مش هيسيب الكورة غير لما تتقطع. قارن بقى اللي عمله مرموش بصلاح دلوقتي، اللي بيوهم لعيب بنين انه هيرجع ويعمل فنت ويغير اتجاهه، وراح مودي مرموش انفراد تاني وبيقع مرموش من أقل احتكاك، عكس صلاح اللي حتى الكرة دي يعتبر مخلصها بخناقة. هنا زيزو هاني لعب له الأولى وجري، والطبيعي إن زيزو يحط له التانية، ولكن لزيزو رأي آخر ويرجعنا لورا وإحنا أصلا كنا لسه عايزين نجيب الجون. قارنوا بقى بكرة الجون، هاني وصلاح وفاصل من الهات وخد يوصلنا لكرة الهدف الأول، ودي كرة هدف بنين. شوف صلاح وهو بيشاور لزيزو بيقول له حطها لي وهنطلع، بس كالعادة لزيزو رأي آخر، وشرحت لك الحالة كلها في فيديو هتلاقيه قبل الفيديو ده على طول. هنا الكرة مع محمد هاني، العب بقى الهات وخد، احنا لسه جايبين بيها جون، بس حس انه لازم يورينا فاصل مهاري. وهنا شوف انطلاق محمد صلاح في ظهر المدافعين، مش واقف عايزها في رجله، رغم ان قراره الأخير ما كانش كويس، بس هو أصلا اللي بيعمل لك الخطورة، ووارد ان يبقى عنده قرار أو اتنين غلط. دلوقتي الدقيقة 98 في الوقت الإضافي، الراجل بيضرب سبرنت ورا كورة أصلا ميتة، وده يبين لك إنه حتى بدنيا جاهز. الدقيقة 117 بيشد المنتخب لقدام ويخلص الكورة بعد خناقة ويلبس الراجل إنذار، ولو الحكم كان ادى إتاحة فرصة كان ممكن تبقى هجمة خطيرة لمنتخب مصر. بعد كل اللي أنا وريته لك ده، قول لي بقى إيه توقعاتك لماتش مصر وكوت ديفوار؟